احساس تنميل الاطراف ده كده احساس ملخبط ومش مريح. ازاي مثلا يكون سنك صغير، لسه شاب صغير في السن، وعندك تنميل الاطراف، او مثلا والدك او والدتك حد فيهم بيعاني من مشكله تنميل الاطراف ولا عارفين السبب ولا عارفين ازاي تعالجوا المشكله دي؟ فعشان كده النهارده هنتكلم عن مشكله تنميل الاطراف وايه هو العلاج بتاعها وازاي تتخلص منها نهائي، وكمان ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب مشكله تنميل الاطراف. فعشان كده يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تنميل الاطراف في حد ذاته ده مش مرض، ده علامة، يعني حاجة جاية كده تقول لك مسا عندك مشكلة كويس، ما هي الا عرض لامراض معينة. بس مشكلة تنميل الاطراف ليها طرق مشتركة واسباب متعددة. يعني ايه؟ بص، العصب ده زي سلك الكهرباء، بيدي الاشارة العصبية لكل عضلة وكل عضو وكل جزء وكل سنتي في الجلد، عشان كده انت بتحسه وبتتحرك. وكمان سلك الكهرباء ده او العصب ده مش ماشي عريان لوحده، لا ده هو حواليه غلاف اسمه مايلين شيس. كمان العصب او سلك الكهرباء ده بيعدي جنب العظم وبين العضلات ومع الشرايين ومع الاورده لحد ما يوصل ويغذي الجزء اللي هو رايح له. والعصب ده له بدايه وله نهايه، واللي بيحصل حاجه من الاثنين: يا اما العصب ذات نفسه انضغط، سواء انضغط بسبب العضلات او ان انضغط بسبب العظم، ولما العصب ينضغط بيكون ليه اسباب معينه وكل سبب بمرض معين. يا اما العصب ذات نفسه التهب، او الغلاف اللي بيغلف العصب ذات نفسه التهب. وبرضه العصب لما بيلتهب او الغلاف لما بيلتهب بيكون ليه اسباب معينه كل سبب بمرض معين. فلما تيجي مشكله تنميل الاطراف او اي مشكله هتكلم عليها بعد كده بتسبب تنميل الاطراف، بيكون حصل فيها حاجه من الاثنين دول او الاثنين دول حصلوا سوا. طب ايه هي المشاكل المشهوره او الحاجات المعروفه جدا اللي ممكن تخلي الواحد يعاني من تنميل الاطراف؟ اول حاجه نقص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 ده من عيله فيتامين ب المركب، وكمان ب 12 ده بيحتاج الجسم عشان يكون كرات الدم الحمراء بشكل كويس، واللي مع نقص فيتامين ب 12 جوه الجسم بيعمل لنا نوع معين من الانيميا اسمها ماكروسيتيك انيميا. بخلاف الانيميا دي ان الجسم برضه بيحتاج فيتامين ب 12 للاعصاب الطرفيه وكمان للغلاف اللي حوالين العصب. فمع نقص فيتامين ب 12 بيكون من اهم اعراض نقص فيتامين ب 12 التنميل، سواء في الايدين او في الرجلين، وكذلك الامر الانيميا اللي بتحصل مع نقص فيتامين ب 12. تاني سبب الغضروف او الديسك اللي بيحصل سواء في الرقبه او في الظهر. قلت لك من شويه ان الاعصاب دي عباره عن هي اسلاك كهرباء بتمر وبتنقل الاشاره العصبيه، والديسك ده عباره عن ماده كده فيها جلي وحواليها غلاف قوي زي ما انت شايف كده بالظبط. حصل ان الغلاف ده انقطع وجزء من الجلي ده طلع بره او ضغط على الغلاف، وفي كلا الحالات ان الضغط اللي حصل ده بيدوس على العصب اللي بيمر جنبه، ولما بينضغط العصب ده بيدينا اعراض زي التنميل والالم والشكشكه والضعف في العضلات، سواء كان الغضروف ده حصل في الرقبه او حصل في الظهر من تحت. ومشكله الغضروف ده بتكون مشهوره اكتر مع الناس اللي هم من سن ال 30 وطالع شويه، ومشكله الغضروف بتحصل في الرقبه او في الظهر، بس هو اكثر انتشارا في الفقرات القطنيه. وتلاقي الواحد جاي يشتكي يقول لك انا كنت ممطي جاي اقوم مره واحده سمعت صوت دقه في ظهري وبعدها لقيت رجليها تعبانه خالص ومش قادر اقوم، والالم والتنميل انتشر في رجله لحد ركبته، وكمان بيسمع تحت لحد بعد الركبه ولحد رجله من تحت. ثالث سبب مرض السكري. مرض السكري عندهم حاجه مشهوره اسمها بيرفرال نيوروباثيك. تلاقي ان التغذيه اللي المفروض توصل للاعصاب اللي في الاطراف اتاثرت، وكناتج لقله التغذيه كده بتلاقي ان الاعصاب اتاثرت في الاطراف، فبتكون من عندهم اعراض زي التنميل والشكشكه، وكمان ان اطرافهم بارده دايما سواء الرجلين او الايدين. ولو تطور الامر اكتر من كده عند مرضى السكري هتلاقيهم بيعانوا ان الاحساس في الاطراف قل، وبرضه لو اتطور زياده عن اللزوم ممكن يدخلهم في حاجه اسمها قدم السكري، ودي مشهوره شويه عند مرضى السكر اللي مش بيحافظوا على مستوى السكر بتاعهم، عشان اغلب المشاكل المتعلقه بمرض السكري بتيجي من عدم التظبيط، لانه دايما بيكون عندهم عالي، بياكلوا دايما الاكل اللي بيعلي السكر، وتلاقيه كمان مش بياخد الادويه ولا بيقيس السكر ولا متابع على الانسولين حتى اللي هو موصوف له، ومخلي الدنيا طناش زي ما هي كده ماشيه براحتها. رابع سبب متلازمه النفق الرسخي. متلازمه النفق الرسخي بكل بساطه كده انه في مجموعه من الاعصاب طالعه والمفروض بتغذي اليد، كل عصب فيهم ليه جزء معين في اليد بيغذيه. في عصب معين ماشي كده عند المنطقه دي بالذات اللي بيسموها رسخيات اليد، وفوق منه غلاف قوي كده هو، والعصب ده بيمر معاه عضلات وبيمر معاه شرايين واورده عشان يغذوا جزء معين من اليد. حصل ان العصب في المنطقه دي بالذات في منطقه الرسخيات وراح اتخنق، هيروح مأثر معانا في اليد في الجزء اللي بيغذيه واللي هم الثلاث صوابع دول ونص الصباع ده، هتلاقي فيهم التنميل والشكشكه والالم وكمان الضعف. والعصب ده انضغط باسباب كتيره، منهم مرض السكري اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه بيكون هو مسبب ان في حاجه ضغطت على العصب، او مثلا حالات الحمل او حالات اللي هو فيها مشاكل في الغده زي هايبوثيروديزم اللي هو هرمونات الغده قلت شويه، وكمان كحالات السمنه المفرطه، وكمان الناس اللي ممكن يستخدموا ايديهم كتير مثلا زي ستات البيوت اللي هي دايما تستخدم وتعصر بايديها، او الناس اللي دايما شغلها يدوي، ده هتلاقي عندهم دايما مشكله النفق الرسخي.
خامس سبب متلازمه مخرج الصدر. متلازمه مخرج الصدر ده سموها بالاسم ده لان منشأ الالم والتنميل والشكشكه اللي بيحصل في اليد وفي الدراع هو منطقه الصدر هنا اهو. في اعصاب معينه بتطلع من هنا ومفروض انها بتغذي اليد كلها والدراع بكل جزء فيه، بس بتيجي في المشكله ان العصب اتخنق في المنطقه اللي هي تحت الصدر اللي هو الحته دي، واللي هو ما زال لسه خارج منها، يقوم ضغط عليها العضلات او ضغط عليها نتوء عظم زياده ويسمع معانا في اليد كلها بالم وتنميل وشكشكه، وكمان بالذات في اليد من تحت. كمان الاضافه كده ان العصب لما بيتخنق في المنطقه دي ساعات ما بيتخنقش لوحده، يروح يتخنق معاها الشريان اللي بيودي الدم لليد والدراع، وهتلاقي في الحاله دي ان اليد ما فيهاش بس الالم والتنميل والشكشكه، لا ده فيها كمان اللي لون الجلد بتاعها بقى ازرق شويه عشان كميه الدم اللازمه او المناسبه انها تغذي الجزء ده قلت عن الاول. السبب السادس وحاجه بيسموها بايرفورمس سندروم او اللي هو متلازمه العضله الكومبسريه. في تحت عضله المقعده اللي انت شايفها دي في تحت منها على طول عضله ثانيه اسمها بايرفورمس ماسل، تحت منها يعني هي اعمق من العضله دي او هي اقرب للعظم من عضله المقعده. المهم العضله دي بيعد عصب اسمه السياتيك. حصل ان العضله اللي راحوا دايسين زياده عن اللزوم على العصب هيروح مسمع معانا بتنميل والم وشكشكه في الجزء اللي بيغذيه العصب ده، اللي هو بتديك نفس اعراض عرق النسا اللي هو التنميل والشكشكه من عند الفخذ من ورا وكمان عند الركبه وبيوصل معاك للرجل من تحت. هي نفس اعراض عرق النسا، ان هو ذات نفسه العصب اللي بينضغط في الحالتين، بس في حاله عرق النسا ده بيكون بسبب الغضروف، وفي حاله متلازمه العضله الكومسريه ده بيكون مشكله ناشئه بسبب العضلات. طب عامه ايه هو علاج المشاكل دي كلها؟ بص عامه لو اتشخصت باي مشكله من دول فدول امرهم سهل جدا في علاجه، احسن من مشاكل تانية كتير ممكن تسبب برضو التنميل، بس دول هم الاكثر انتشارا. طب ايه العلاج برضو؟ لو كانت المشكله اللي عندك هي نقص فيتامين ب 12 فامرها سهل انك تتجه في اكلك للحاجات اللي تديك فيتامين ب 12، بس مشكله فيتامين ب 12 مش موجود الا في المصادر الحيوانيه زي الكبده واللحمه والفراخ والسمك والتونه والبيض والاجبان، اي حاجه كمان من مشتقات الحيوانات زي مثلا مشتقات الالبان زي الزبادي والقشطه، اي حاجه فيها سيره الحيوان لان هي المصدر الوحيد اللي هتديك فيتامين ب 12، او انك تتجه للحقن والبراشيم، وكمان في اشرطه معينه كده صغيره تبقى تحت اللسان بتتحط عشان برضه تاخد منها في الاخر فيتامين ب 12. بس هو اللي بيحصل انك بتخلط ما بين الاثنين دول عشان تعالج نقص فيتامين ب 12 اللي بيحصل عندك، سواء هتستخدم العلاج ده في حالات الانيميا اللي ناتجه عن نقص فيتامين ب 12 او التنميل الاطراف اللي بيحصل في اليدين وفي الرجلين. تاني حاجه لو كان السبب هو الديسك اللي عندك او الغضروف ده امره سهل جدا ومش امر جلل، مع العلاج الطبيعي المشكله دي بتنتهي تماما، بيخلصك من الالم لانه خلصك من الضغط اللي حاصل على العصب، فهي الاعراض اللي هتكون عندك زي التنميل والشكشكه وغيره دي كلها هتختفي تماما. وعشان تعرف اكتر عن موضوع الديسك وايه علاجه خش هنا في القناه هتلاقيني متكلم عن الموضوع ده بالتفصيل وايه هو العلاج بتاعه. ثالث شيء لو كان السبب هو مرض السكري، يعني انت حد عنده مرض السكر وبيعاني من تنميل الاطراف، فهي كلمه واحده تعبر عن العلاج بتاع مرض السكري وهو الاحترام، يعني تحترم السكر يحترمك، احترم وجود المرض ده عندك، سواء بانك تحترم انك بتاخد ادويتك وانك تقيس السكر كل شويه، وكمان انك تمارس الرياضه، وكمان انك تبعد عن الحلويات او الاكل اللي بيتزود مستوى السكر زياده عن اللزوم عندك، ده عشان بس تتحكم في السكر ودايما ما يبقاش عالي، عشان مع علو السكر بيدخلك في اكتر من مشكله واخرهم ممكن ترسى بيك لحاله القدم السكري. رابع سبب ان كانت هي مشكلتك متلازمه النفق الرسخي او متلازمه مخرج الصدر او حتى متلازمه العضله الكومسريه، ده كله امرهم ليه طريقتين في العلاج. اول واحده فيهم بالعلاج الطبيعي، بانك تتابع بدري مع العلاج الطبيعي، فهو مع العلاج الطبيعي بالتمارين معينه كده هتخليك تتخلص تماما من مشكله النفق الرسخي او مشكله مخرج الصدر او كمان العضله الكومسريه، ده كله هينتهي الاعراض معاها ومش هتاخد فتره طويله جدا في العلاج، بس هو ده هيحميك من انك تخش في الخيار الثاني وهو الجراحه، لانك اذا كنت بتعاني من التنميل وعرفت انك بتعاني من مشكله من الثلاثه دول فلو اهملت الامر في الاخر هيتطور عندك انك لازم تخش لجراحه عشان تخفف الضغط اللي حصل على العصب. وعشان تعرف علاج متلازمه النفق الرسخي هتلاقيني متكلم عنها بالتفصيل، هسيب لك اللينك بتاعها هنا فوق وكمان سبته لك تحت في الديسكريبشن، هتعرف كل حاجه عن علاج متلازمه النفق الرسخي. وباذن الله في الفيديوهات الجايه هنزل لكم علاج متلازمه مخرج الصدر وكمان متلازمه العضله الكومسريه او البايرفورمس سندروم. وعشان كده ما تنساش بقى تنزل تعمل لايك تحت وتشترك في القناه عشان الفيديو يوصل لك لحد عندك. وبس كده ده فيديو النهارده، ما تنساش بقى برضه تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه من فيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.